بعد نص ساعه. انا هنزلها في زيت وهوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي، يا ريت تتابعوني. انا قادحه الزيت زي ما انتم شايفين اهوت، احط معاكم وطوا النار عليها علشان ما تتلهبش، النار تبقى واطيه عليها. انا هحمرها معاكم واوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي، يا ريت تتابعوني. انا عملت يا حبايبي صينيه الجلاش باللحمه وسقيتها باللبن. جنب البطاطس الكوركيه هحمرها في الزيت واقطع معاكم الجلاش واوريكم شكل البطاطس في الاخر عامله ازاي، يا ريت تتابعوني. ودي الشكل النهائي لصينيه الجلاش باللحمه بعد ما اتحمرت وطلعت من الفرن. ودي الشكل النهائي يا حبايب قلب البطاطس الكوركيه، ما شاء الله.